السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي ما يعرفنيش، انا لسه ودي قناتي. حبيت بقى النهارده نعمل مع بعض عمايل الحواوشي بأسهل طريقة، وعامل زي الاسكندراني، بس انا يعني ايه، مش غبزاله عيش ولا الكلام دوت. انا اللي عاملاه ايه، يعني العيش جايباه من المخبز والكلام دوت، يعني مش انا اللي عاملاه. يعني هيبقى بأسهل طريقة وجدا، والله بسم الله ما شاء الله. هيبقى حلو معاكم بقى بشوية مكرونة كده وبطاطس شيبسي. يعني الموضوع هيبقى فاخر من الآخر كده. وحطله بقى زي ما انتوا شايفين كده، بقى زي العربويين ما بيعملوه، فحم بقى وشغل وحاجات خطيرة. هنسمي الله ونبدأ في الوصفة. معايا كيلو ونص من اللحمة، ومعايا بصل، يجي نص كيلو بصل او كيلو الا ربع، ومعايا طماطم وفلفل وشطة ودهن وغربتة خضار، ومعايا بقى التوابل. معايا روزماري، معايا كبابة صيني، فلفل اسمر، حوج اللحمة، مرقتين، شعرة سكر، ملح والتوابل ديت يا حبايب قلبي. دلوقتي هننزل بالبصل زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بالبصل، اقوم بقى ايه نازله بالتوابل كلها، ورقه قرفه، عود قرفه سوري حبايبي. واقوم بقى لازم أنا اخلي يعني بالتوابل دي كده، يعني اخليه ينزل منه ميه علشان يبقى شوزي وطري معانا كده، يعني اللي هو مش ناشف. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، بعصر منه الميه زي لازم نفعصه البصل. والبصل عايزه اقول لكم على حاجه، انه مخرطاه حتت صغيره زي ما انتوا شايفين كده، مش بشره ولا ضرباه في الخلاط. بعد ما خليته ينزل منه الميه والكلام دوت، اقوم بقى منزله اللحمه عليه. احنا ننزل بالتدريج كل حاجه ولاقي حاجتها. زي ما انتوا شايفين كده بقى ايه، دخلت اللحمه في قلب البصل والتوابل. اقوم بقى معايا الطماطميتين والقرن الفلفل الرومي الاخضر وقرن شطه، اقوم دخلهم كده جواهم زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. يا رب الوصفه تنول اعجابكم. زي ما انتوا شايفين بقى كده هوت، دخلت طماطم والحاجه. اقوم بقى جايبه الدهن مقطعه حتت صغيره بالسكينه كان عندي ليا. واقوم بقى ايه ديت بقى هتدخله مزازه، يعني طعمها جميل جدا برضك. واقوم ايه مدخله الدهن جواها زي ما انتوا شايفين كده. قلتلكوا هننزل بالحاجه ايه تدريجيا، يعني ايه، يعني هنزل بحاجه واقلبها وارجع لما تدخل في وسطها. دلوقتي بقى معايا ربطه بقدونس، برضك اقلبها في قلبها كده. واخر بقى طريقه اقولكوا عليها حالا اهوت، زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. كانت ريحته خطيره. ونسيت صح اقول لكم، كنت حاطه فيه بصل بودر وتوم بودر والتوابل دي. اخر طريقه بقى عشان يبقى سايح كده معانا وبيلمع، هنقوم بقى جايبين شويه زيت ذره من نضيف، واقوم بقى ايه حاطه في قلبه كده، يعني يجي ربع كوبايه كده ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين بقى كده قلبتها في بعضها. واقوم بقى ايه مدخلها الفريزر. عمال ما اجي اعمله لازم أنا ادخله يعني يقعد في تتبيلته شويه. ودلوقتي بقى بعد ما دخلته الفريزر وهعمله، كنت عامله اللحمه كده كور يعني على قد الرغيف، حسب بقى ما انتوا تعملوا. كنت مفتحه العيش زي ما انتوا شايفين كده، وكنت بعمل في الكميه، يعني شوف هحط الكرة في الرغيف وهفرده بقى ازاي في قلبها. بسم الله ما شاء الله. اللي وصل لغاية هنا ما ينسناش بقى ايه بتدعيم اللايك عشان يوصل لكم كل جديد ويروح لاكبر عدد. زي ما انتوا شايفين كده بقى بفتح الرغيف وبدخله جواه ازاي، يعني مش هنسيب حته فاضيه في الرغيف. وحته اللحمه بسم الله ما شاء الله كانت جميله جدا، يعني لحمه صغيره، انا مش معايا لحمه كبيره. ودلوقتي بعد ما خلصت الكميه بقت كلها هي زي ما انتوا شايفين كده. اقوم بقى جايبه ايه معايا صينيه حاطه فيها سمنه مسيحاها، واقوم عاملاه بالسمنه كده، واقوم حاطه جنب بعض هرص في الصينيه زي ما انتوا شايفين. واقوم بقى مدخلاه الفرن على اعلى درجه حراره، الشوايه شغاله ومن تحت شغال كده بقى يا حبايب قلبي. بعد ما احمر من تحت لازم انا اتك عليه قوي كده بالمقصوصه او اي حاجه عندكم، تتكوا عليه كده علشان ايه يستوي معاكم ويبقى زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، يعني جميل. وكانت ريحته جايبه اكنكوا جايبينه من عند المطعم بتاع الحواوشي واللحوم والكلام دوت. ومش هيكلفكوا حاجه. اقوم بقى قلبها على ظهره زي ما انتوا شايفين كده بقى بألف هنا وشفا، وحتة بقى فحم وحاجات كده خطيرة خطيرة وفاخر من الآخر. وهتاكلوا صوابعكم وراه. ما تنسوش تجربوه
وتدعموني بقى في اللايك وتعملوا الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد وتفعلوا زر الجرس. بحبكوا قوي. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.